15% هنبيع اللاعب لاي نادي مستقبلا. وظهر وسام ابو علي مهاجم الاهلي في النادي صباح اليوم الاحد، وخاض تدريبات منفرده تنفيذا لتعليمات الجهاز الفني ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الاهلي بعد استبعاد اللاعب من معسكر الاهلي المقام حاليا في تونس. وحسب تاكيدات من مصادر الخاصه فان وسام ابو علي ظهر في التتش اليوم وادى تدريبات تاهيليه كما استكمل القياسات البدنيه التي رفض خوضها منذ ايام اعتراضا على رفض الاهلي العروض التي وصلت له مؤخرا من انديه خارجيه. ويحصل نادي سيريس السويدي الذي انتقل منه وسام ابو علي للنادي الاهلي في يناير 2024 على نسبه 10% من قيمه اعاده بيع اللاعب ما يعادل 750 الف دولار. شارك اللاعب صاحب الجنسيه الفلسطينيه والدنماركيه مع الاهلي في 60 مباراه بجميع المسابقات ليسجل 38 هدفا الى جانب صناعه 10 اهداف، وحصل على لقب هداف الدوري المصري في موسمه الاول، وظهر بصوره ملفته في كاس العالم للانديه بعدما احرز هاتريك 3 اهداف امام بورتو في ختام دور المجموعات. بقرار من محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الاهلي بالتشاور مع الاسباني خوسيه بيرو المدير الفني للنادي الاهلي استبعاد وسام ابو علي من معسكر الفريق المقام حاليا في تونس بسبب عدم التزام اللاعب